من بداية الحرب على غزة وقناة السويس بتنزف كل يوم أكتر من اللي قبله، لدرجة إنها سجلت انخفاض في الأرباح في النص الثاني من 2024 بأكتر من 62% مقارنة بالنسبة اللي قبلها. ووسط التقارير دي بيخرج كلام عن مشروعين كبار جدا، وكل واحد منهم بيقول إنه هيقضي على مستقبل قناة السويس. المشروعين دول هم طريق التنمية العراقي وممر الهند الخليجي لأوروبا. إيه خطورة المشاريع دي على قناة السويس؟ وهل فعلا ممكن قناة السويس تبقى جزء من الماضي الفترة الجاية؟ أسئلة خطيرة جدا هنجاوب عليها النهاردة معاكم. أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. من كام يوم كده خرج البنك المركزي وأعلن عن أرباح قناة السويس في النص الثاني من 2024 في رقم عمل صدمة كبيرة جدا للمصريين. لك أن تتخيل أن أرباح قناة السويس من يوليو لديسمبر 2024 كانت 1.8 مليار دولار بس، وده انخفاض كبير جدا بيمثل حوالي 62.3% عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها، واللي حققت قناة السويس فيها أرباح ب 4.8 مليار دولار. طبعا زي ما كان في صدمات كان في مفاجآت، زي تحويلات المصريين اللي ارتفعت بنسبة 80.7% ووصلت لأكثر من 17 مليار دولار في النص الثاني من 2024 مقارنة ب 9.4 مليار دولار دخلوا البلد من تحويلات المصريين في نفس الفترة من السنة اللي قبلها. طبعا خسائر قناة السويس في الفترة دي أضرت جدا بالاقتصاد المصري، بنتكلم عن خسارة 7 مليار دولار بس في 2024. ولكن في آمال كبيرة جدا إن بمجرد ما الحرب تهدى والأوضاع تستقر كل حاجة ترجع زي ما كانت. ولكن مؤخرا في كلام بدأ يخرج إن في مشاريع بتتعمل حاليا بتهدد مستقبل قناة السويس، وعلى رأس المشاريع دي هو مشروع طريق التنمية العراقي التركي، واللي الهدف منه الربط بين آسيا وأوروبا عن طريق ممرات بديلة. طب ده هيحصل ازاي؟ وإيه تأثير مشروع زي ده على قناة السويس؟ بص يا سيدي، مسار المشروع ده هيبدأ من ميناء الفاو في مدينة البصرة في العراق، وهيعدي على النجف وكربلاء وبغداد والموصل في العراق، وده قبل ما يدخل الأراضي التركية ويوصل لميناء مرسين على البحر المتوسط ومنه لأوروبا بالظبط زي ما انت شايف كده. وبالنسبة للربط بين ميناء الفاو في العراق والحدود التركية فهيتم عن طريق الطرق السريعة والسكك الحديدية، واللي هيبلغ طولها حوالي 1200 كيلومتر. تكلفة المشروع ده تقريبا هتكون 7 مليار دولار، وهو مشروع من تصميم شركة إيطالية اسمها بيج انفراستراكشر. مشروع طريق التنمية هيتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى هتخلص في 2028، والمرحلة الثانية هتخلص في 2023، والمرحلة الأخيرة هتنتهي في 2050. طبعا مشروع ضخم جدا، بنتكلم عن طريق هينقل 3.5 مليون حاوية سنويا تقريبا، و22 مليون طن من البضائع السائبة، ده غير انه هيوفر 100,000 فرصة عمل للعراقيين والدول المجاورة. طبعا كمان هيتم بناء مدن صناعية وسكنية للعمال على طول الطريق اللي هيوصل لتركيا. طبعا مشروع زي ده هيكون فيه مساهمين كتير، على رأسهم الإمارات وقطر، وطبعا العراق وتركيا، وبحسب التقديرات العراقية فأرباح المشروع ده ممكن تتعدى ال 4.8 مليار دولار سنويا. طب هل المشروع ده ممكن يهدد مستقبل قناة السويس فعلا؟ الحقيقة انه لا، وهقول لك ليه دلوقتي. صحيفة وول ستريت جورنال اتكلمت عن المشروع وقالت انه لا يمكن ينافس قناة السويس، وده لكذا سبب. اولا، قناة السويس حاليا السفن بتتجنبها بسبب التوترات في البحر الاحمر، ودي حالة كده كده مش هتستمر كتير. بينما الامر في العراق مختلف تماما، وده لان العراق بلد اصلا غير مستقر وفي مشاكل امنية كبيرة. يكفي ان اقول لك ان تنظيم الرايات السوداء لسه ناشط في بعض المناطق داخل العراق، ده غير ان في مناطق كاملة اصلا لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، زي الاماكن اللي متواجد فيها حزب العمال الكردستاني، واللي ممكن جدا يضرب المشروع فجأة علشان يضر تركيا بسبب المشاكل اللي بينهم. تاني حاجة، هيبقى في فرق كبير جدا في التكلفة، لان تكلفة النقل البحري اقل بكتير من تكلفة النقل البري، لان انت المفروض هتنقل لميناء الفاو وبعدها تحمل البضائع بري سواء سكة حديد او على الطريق السريع، ودي تكلفة تشغيل هتكون عالية جدا مقارنة بتكلفة قناة السويس. وبالتالي هو مشروع مفيش منه خوف على قناة السويس، وده مش كلامنا بالمناسبة، ده كلام اغلب الصحف العالمية. في مشروع تاني مهم جدا وممكن يمثل خطورة كبيرة على قناة السويس، وهو الممر الاقتصادي الهندي او IMEC. اول مرة تم الاعلان فيها عن الممر ده كان في قمة مجموعة ال20 في نيودلهي في شهر سبتمبر 2023، واهم الدول المشاركة في الممر ده هي الهند والامارات والسعودية وبعض الدول الاوروبية ومعاهم امريكا. طيب ايه المشروع ده وشكله عامل ازاي وازاي ممكن يهدد قناة السويس؟ المشروع ده عبارة عن نظام سريع لنقل البضائع بين اسيا واوروبا، وبيدمج بين كذا نوع من انواع النقل. يعني زي ما انت شايف كده في الصورة اللي قدامك دي، الطريق بيبدأ من موانئ الهند الساحلية زي ميناء مومباي وميناء مونديرا. البضائع هتتنقل
تتنقل عن طريق الشحن البحري لحد ما توصل لموانئ جبل علي في الامارات، واللي يعتبر اكبر ميناء بحري صناعي في الشرق الاوسط. بعدها البضائع هتتنقل عن طريق سكك حديد هتعدي بين الامارات والسعوديه والاردن لحد ما توصل لحيفا في اسرائيل، بعدين تتنقل عن طريق الشحن البحري لحد ما توصل لليونان. طبعا المشروع زي ما انت شايف كده هيعدي على مناطق كتيره ودول العلاقات بينهم مش احسن حاجه وفي توترات ومشاكل، بس ده هنتكلم فيه كمان شويه. خلينا دلوقتي نشوف ايه الهدف من المشروع ده، وهل هو خطر فعلا على قناه السويس زي ما بيقولوا ولا لا. الهند خرجت منها تصريحات بتقول ان المسار ده هيكون بديل للطرق التجاريه التقليديه اللي بيحصل فيها مشاكل كتير، وطبعا يقصدوا هنا اللي بيحصل في مضيق باب المندب وقناه السويس والمشاكل اللي بتحصل للسفن هناك، زائد حوادث تانية زي سفينه ايفرجين مثلا لما جنحت. وفي تصريحات تانية لمسؤولين هنود واللي بتقول بشكل مباشر ان الهدف من الطريق ده هو مواجهه مبادره الحزام والطريق الصينيه اللي هو طريق الحرير، وبكده يكونوا قطعوا الطريق على باكستان والصين. طبعا من المعروف ان الممر الملاحي لقناه السويس يعتبر جزء اساسي من مبادره الحزام والطريق الصينيه زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك كده. منطقه السويس تعتبر في قلب المشروع ده، وبالتالي في اي مشروع تاني منافس ليه هيكون بالضروره خطر على قناه السويس. وزي ما انت شفت فدي مش نيه مبيته او غير معلنه، لا الهند بتقول كده في تصريحات رسميه على العلن ومش بتخفي ده خالص. طيب هل المشروع الهندي الخليجي قادر ينافس المشروع الصيني دلوقتي؟ الحقيقه انه حاليا مفيش اي منافسه اطلاقا، لان ممر الهند لسه مشروع في بدايته وما بقالوش اكتر من سنتين، وكمان المشروع بيعاني من مشاكل جيوسياسيه كبيره جدا، بالاضافه طبعا لمشاكل كبيره في التمويل. اما طريق الحرير الصيني فمختلف تماما، احنا بنتكلم عن مشروع بادئ من 2013، بقاله اكتر من 12 سنه، اتصرف عليه اكتر من 200 مليار دولار من بنك التنميه الصيني على مدار السنين اللي فاتت. وهنا بقى نيجي للحاجه اللي تهمنا اكتر، وهي قناه السويس نفسها. ايه التهديد اللي ممكن يحصل لها؟ حتى الان تعتبر قناه السويس اسرع ممر ملاحي بين البحر المتوسط والبحر الاحمر، تعتبر نقطه اختناق رئيسيه لا غنى عنها في طرق التجاره الدوليه، لان بيمر منها 12% من التجاره العالميه و10% من تجاره النفط و8% من تجاره الغاز. وفي سنه 2023 عدى على القناه حوالي 26434 سفينه وحاويه شحن، واكتر من 1500 مليون طن بضايع، وده يعتبر رقم ضخم جدا. طبعا الرقم قل في السنه اللي بعدها ووصل ل 13000 سفينه بس، يعني بانخفاض تقريبا 50% بسبب الحرب في البحر الاحمر. لكن النسبه دي ما زالت نسبه عاليه جدا، واعلى حتى من قناه بنما اللي بيمر منها 12000 سفينه سنويا. لكن المشكله هنا ما بقتش في ممر الهند او ممر التنميه العراقي التركي فقط، المشكله اصبحت في تعدد الممرات البديله. كل ممر من دول ممكن يسحب نسبه صغيره من حركه التجاره في قناه السويس، وده ممكن يعمل تآكل تدريجي لحصة القناة. والحل هنا هو تحويل قناة السويس من مجرد ممر مائي فقط لمحور لوجستي كامل زي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. لكن طبعا المشروع ده لسه بيتطور والخدمات فيها لسه كفاءتها أقل من مناطق تانية زي جبل علي في الإمارات. جبل علي في الإمارات وقت تفريغ السفن فيه سريع جدا، ونسبة الاستثمارات الأجنبية فيه عالية جدا، وفيه أكتر من 8000 شركة، وكمان بيمر عليه 15.5 مليون حاوية سنويا، ويعتبر الميناء التاسع عالميا على مستوى العالم. فهل قناة السويس هتقدر تحقق الحلم وتتحول من مجرد ممر مائي لميناء عالمي ومحور استراتيجي في الشرق الأوسط والعالم؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعادة شير الرابط.